السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. بقالنا كتير ما صورناش عن الفراخ اللي بتبيض، بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات عن البيض. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هقولك فيه على حاجة أقسم بالله خلاص أنا ما بقيتش أجيب العلف البياض بقالي شهور. المعلقة دي خلتني استغنيت عن العلف البياض نهائيا نهائيا خالص. ما بقتش اكلهم علف بياض خالص لدرجه ان هم بيصعبوا عليا، بس بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. انتاج البيض عالي جدا جدا جدا. في كام حاجه كده بستخدمها اليومين دول، عشان كده انا قلت لازم اوريها لحبايبي واقول لهم عليهم، علشان ما شاء الله لا قوه الا بالله عجبتني النتيجه بتاعتهم قوي قوي يا جماعه. الفراخ البلدي بتاعتك، الناس اللي بتشتكي ان الفراخ البلدي مش بتبيض هترجع تبيض حتى لو قطع بيض مع المكون اللي هقولك عليه ده. بس لازم تعملي شوية الحاجات اللي هقولك عليها الاول قبل المكون ده، لان هو لوحده مش هيشتغل. يعني في حاجات مهمة تانية ممكن تكون بتحصل للفراخ بتاعتك هي السبب ان الفراخ قطع بيض. اول حاجة من الحاجات دي نوع الفراخ، ان انت ممكن تكوني جايبة نوع الفراخ مش بلدي. الفراخ اللي قدامنا دي فيها بلدي زي الفرخة الصفرة دي اللي عند الطشت دي صفرة، بلدي. الفرخة السمرة دي جميزة بلدي. الفرخة اللي متنقطة أبيض فاسمر الجميلة اللي جنب الديك دي جميزة. دي أروع نوع فراخ تبيض، أروع نوع فراخ تبيض اللي هي الجميزة البلدي البياض. دي أروع نوع بالدرجة الأولى. بتبيض بيضة حلوة ما شاء الله، كل حاجة فيها حلوة. في بقى الباقيين دول برضو فراخ بلدي هجين، اللي هي تلاقيها اصفر محمر كده. دي الابيض فاسمر دي بلدي هجين. شايفين دي اللي داخله فيها عامل زي الفضي الفراخ الفضي اللي هي اسمها المنتزه الفضي، دي منها. فده خلطبيطه كده، هم دلوقتي بقوا يجيبوا اي حاجه في اي حاجه فبيطلع لك انت وبختك بقى. بس الانواع دي كلها انواع حلوه للبيض: البلدي الحر، الفيومي الحر، البلدي الهجين، الجميزه البياض، عشان في جميزه تانية للتسمين. تاني حاجه الديدان هي اكتر حاجه ممكن تخلي الفراخ بتاعتك ما تبيضش. اكتر حاجه تخلي الفراخ ما تبيضش الديدان. تمام. بصوا بقى، شايفين انا باكلهم ايه؟ باكلهم باي اكل البيت عادي. انا عملنا لهم مع بعض قبل كده وصفات كتيره قوي قوي لزياده انتاج البيض. اللي عايز الرابط يكتب لي في التعليقات وانا احط لك بدايل علف البياض الكتيره اللي انا عملناها. وصفات ما شاء الله كلها اقتصاديه ببلاش، هتاكلي الفراخ البياضه بس بتزود الانتاج بطريقه جميله جدا. عشان ما عيدش تاني، انا اكتبي لي في التعليقات قولي لي عايزه بدايل العلف البياض اللي هي وصفات الاكل الموفره، وانا احط لك الرابط بتاعها. انا ما بحطش لهم دلوقتي غير حاجتين اتنين: رده وتشيشه. هما بقى بيحبوا الرده وبياكلوها وسايبين الشيشه زي ما انتم شايفين كده. انا هحط فوقها رده بقى وخلاص. مش هحط شيشه تاني. بس انا ما باكلش غير رده وتشيشه بس. وطبعا الوصفات اللي انا بعملها معاكم، اللي انا عملتها معاكم كتير قبل كده وصورتها لكم، برضو هي اللي قولي لي عليها ونحطها لك في الرابط وبس. طيب، وما بقيتش احط علف، ما بقيتش احط علف بقالي كام شهر، بقالي يجي 3 4 شهور ما بحطش علف خالص. فاكرين لما كنت بقول لكم بحط نسبه بسيطه؟ والله حتى نسبه بسيطه دي ما بقيت احطها. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين البيض؟ بس البيض ده بامانه ربنا بتاع يومين، بيض بتاع يومين. الفرخه الحلوه دي عايزه ترقد ماشي، وانا خايفه لا ترقد تعمل لي فاش. فانا باجي كل يوم اشيل البيض، ومش لاقي لها مكان احطها فيه بصراحه. الناحيه التانية في بط راقد، والناحيه دي مش لاقي لها حته. ربنا يسهل. هحاول ارقدها كده يمكن ربنا يسهل، بس انا بخاف من ترقيد الفراخ البلدي عشان بتعمل فاش. المهم البيض ده بتاع يومين ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين؟ قولوا ما شاء الله لا قوه الا بالله يا جماعه. البيض ده من غير علف بياض، بوصفات بس اللي انا قلت لكم عليها وعملتها لكم قبل كده. اكتبي لي في الرابط وانا احط لك اللي هي قولي لي عايزه وصفات بدايل العلف الموفره. ماشي. والمعلقه اللي انا هقول لكم عليها النهارده دي والله العظيم المعلقه دي سحريه. لو فراخك ما بتبيضش، لو فراخك قطع بيض، لو فراخك البيض مش عاجبك يعني الانتاج بتاعك ضعيف، بجد هتدعي لي عليها. بس قبل برضو المعلقه ديت لازم اقولك ان الفراخ ممكن يكون عندها ديدان. فلازم تعملي شوربه ديدان. بتجيبي من الصيدليه البشري شوربه ديدان كويسه، نوع كويس، وتحطيه للفراخ بتاعتك كل 15 يوم قرص. اي نوع شوربه ديدان كويسه. في فيرمازول ولا فيبرازول. كان زمان في بندكس كانت جميله، معرفش خدوها ليه. تقريبا عشان كانت رخيصه فجابوا لنا حاجات غاليه ما تعرفيش. ممكن شيح، سيبك من الكلام ده كله، حطي شيح كل اسبوع. حطي 3 ايام شيح وريحي اسبوع ما تحطيش، وحطي الاسبوع اللي بعده 3 ايام شيح، وهكذا وعيشي على كده. 3 ايام شيح. مش قادره تعملي شيح مغلي، يعني معلقه شيح مغلي على لتر،
حطي الشيح على الاكل، معلقه شيح كبيره على الاكل بتاعهم، هم هياكلوه مع الاكل. الشيح من الحاجات الجميله جدا. برضو في حاجه مهمه، عشان الناس بتقول مثلا ايه العرف بتاع الديك بتاعي ازرق، اسود، بايظ، الفراخ بتاعتي العرف بتاعها باهت مش احمر. عايزه العرف بتاعهم يكون احمر، اشتغلي دايما معاهم كل اسبوع كده على خل، يومين 3 خل في الاسبوع لازم. وفي الاسبوع برضو يومين 2 بس كل اسبوع قرص فلاجيل. حطي الفلاجيل الاول وبعدين حطي الخل، يعني قرص الفلاجيل الصبح والخل اخر النهار. لما تلاقي شايفين عرف الديك كان كله غامق، حطيت له فلاجيل وخل ما شاء الله احمر، بقت فاضل حته صغنطوطه خالص. الحته الصغنطوطه دي كمان يومين مش هتلاقيها، لو استمرتي 4 ايام فلاجيل وخل هتلاقي العرف بتاعهم بقى احمر جدا وجميل. ليه؟ لان دي بتبقى عباره عن فطريات وطفيليات موجوده في امعاء الطائر، بتبان على العرف بتاعه. والعرف ده سبحان الله يعتبر مؤشر ليكي تعرفي ان الامعاء بتاعه الطيور بتاعتك مش مظبوطه، بالذات الفراخ اللي بتبيض. على طول تجري تجيبي خل، تحطي عسل اسمر، تحطي ليمون، الحاجات دي بتنظف الامعاء وتخلي عرف الديوك ايه احمر كده، عرف الفراخ احمر. والاكل برضو باكلهم خضره لازم. محدش يقول الخضره بتجيب ديدان، ده ظلم، ظلم، انتوا بتظلموا اي حاجه كده. مين نفسي اعرف مين المفتري اللي قال الخضره بتجيب ديدان؟ طبيعه خلق الله يا جماعه، بلاش نخالف خلق الله. هو مش ربنا خالق الطيور دي عشان تاكل الخضره؟ ازاي تقولوا ان الخضره بتجيب ديدان؟ ديدان دي طبيعيه، طبيعيه، دي طيور بتاكل في الارض، فلازم يجي لها ديدان. احنا كمان ادمين عندنا ديدان. ادي الاكل اللي انا بحطه يا جماعه والله اهو، رده وتشيشه، بحط 3 كيلو تشيشه عليهم 2 كيلو رده، واقلبهم زي ما انتم شايفين كده، بيكفوهم فتره طويله يعني، عشان العدد عندي قليل اصلا، تقريبا 11 او 12 فرخه. بحط عليهم ايه بقى؟ شويه الدشيشه والرده دول، معلقه من البتاع ده اهو، البتاع ده اهو سحري. اسمه ايه بقى؟ اسمه داي بيزك، داي بيزك ده من عند البيطري. البتاع ده كيس كبير، ما شاء الله كيلو، بيقعد بالثلاث 4 شهور، ما تستغليهوش. يعني ده لو قعد 3 خليه ان هو هيقعد 3 شهور معاكي بس. تمام. انا بحط معلقه، يعني عامله المعلقه واحطها على الاكل ده. ده لو قعد 3 شهور هو ب60 جنيه، يبقى ب20 جنيه في الشهر. ده لو هو ب60 جنيه بيقعد 3 شهور، فمعناه ان هو بيكلفك 20 جنيه في الشهر. 20 جنيه في الشهر حق كام بيضه النهارده؟ بالميت خالص حق 6 بيضات، فمش هيجيلك يعني ربع انتاج يوم. بجد المعلقه دي معلقه ذهبيه وسحريه، والله العظيم لو فراخك حتى قاطعين بيض هيرجعوا يبيضوا، بس تكوني بتعملي الحاجات اللي قلتلك عليها في الاول. نوع الفراخ يكون حلو، تحطي للفراخ دي ايه؟ شرب الديدان باستمرار، وشوفي بقى اعلى انتاج. تمام. في حاجات حلوه كمان، كام فيديو كده عندي عشان في كام حاجه بستخدمهم، هعملها لكم في الايام اللي جايه عشان يبقى عندك اعلى انتاج في